وهذه أبرز العناوين. ريال مدريد يحسم مصير لاعبه المغربي الجديد على طريقة حكيمي. لن تتوقع ما وقع للمغرب. إبراهيم دياز في المدرجات خلال مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى. وليد الكراكي يلجأ لخط ذكية لضم أيوب بعدي للمنتخب المغربي. التفاصيل: ريال مدريد يحسم مصير لاعبه المغربي الجديد على طريقة حكيمي. يوسف الخديم إنريكي المعروف بيوسي تألق في تدريبات الفريق الأول لريال مدريد خلال فترة التوقف الدولية. كارلو أنشيلوتي أبدى اهتمامه بمتابعته عن قرب، فيما أشاد راؤول غونزاليس بإمكاناته. الخديم جذب اهتمام وليد الكراكي مدرب المنتخب المغربي الذي استدعاه إلى معسكر تدريبي سابق. بحسب تقارير قطري، يخط ريال مدريد لإعارة الخديم في الصيف المقبل لمنحه فرصة للطور، كما حدث مع أشرف حكيمي. يلقب الخديم بخليفة حكيمي، وبدأت أندية أوروبية مثل يوفنتوس تبدي اهتمامها به، لكن الريال يفضل إعارته أولاً. ولد في مدريد عام 2005 من أم مغربية وأب إسباني، ويمثل المغرب دولياً بدلاً من إسبانيا. لن تتوقع ما وقع للمغرب. إبراهيم دياز في المدرجات خلال مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى. إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد حضر مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2025. تواجد برفقة عائلته وأصدقائه والتقط صوراً مع الجماهير. اضطر إلى تغيير مقعده بعد تهافت الجماهير نحوه لالتقاط الصور، ما دفع اللجنة المنظمة إلى التدخل تجنباً للفوضى. وليد الكراكي يلجأ لخط ذكية لضم أيوب بعدي للمنتخب المغربي. بحسب تقارير صحفية، يسعى الكراكي إلى ضم أيوب بعدي لاعب ليلى الفرنسي الذي تألق مؤخراً وأصبح هدفاً لمنتخبي المغرب وفرنسا. لجأ الكراكي إلى تكليف أسامة صحراوي زميل بعدي وصديقه في ليل بمهمة إقناعه بتمثيل المغرب. صحراوي يمتلك تأثيراً قوياً بفضل صداقته مع بعدي، ما يجعله الشخص المثالي لهذه المهمة. رغم الجهود المبذولة، طلب بعدي مزيداً من الوقت لاتخاذ قراره. ويواصل الاتحاد المغربي لكرة القدم التواصل مع اللاعب وعائلته مع عرض مشروع رياضي طموح وتسهيلات لتغيير جنسيته الرياضية إن قرر اللعب للمغرب. ارتفاع ضخم في القيمة السوقية للاعب لامين يامال. كشف موقع ترانسفير ماركت أن قيمة لامين يامال الجوهرة الإسبانية من أصول مغربية بلغت 150 مليون يورو في أكتوبر الجار. شهدت قيمة يامال تطوراً ملحوظاً خلال العام الماضي، إذ ارتفعت تدريجياً من 50 مليون يورو في أكتوبر 2023 إلى 120 مليون يورو في يوليو 2024، وصولاً إلى 150 مليوناً هذا الشهر. بذلك أصبح خامس أغلى لاعب في العالم بعد مبابي، بيلينغهام، فينيسيوس جونيور، هالاند. شكراً على المشاهدة.